السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبيل حلفاوي علق على خروج الزمالك من كاس مصر بعد الخسارة من طلائع الجيش. لايك ومتابعة عشان يوصلكوا كل جديد. علق الفنان نبيل الحلفاوي على خروج فريق الزمالك من بطولة كاس مصر بعد الخسارة من فريق طلائع الجيش بركلات الجزاء 3-5، وكتب على حسابه الرسمي في موقع انستجرام: الأهلي اعتذر عن الكاس، والزمالك بفريق معظمه من الشباب وبدلاء، كاس خالي الدسم، لكن يلا اهو محسوب بطولة برضو يتسندوا عليها. ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة كاس مصر من دور ال16 بعد الهزيمة من طلائع الجيش بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي، والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وبيلتقي فريق طلائع الجيش قدام نظيره الإسماعيلي في إطار دور الثمانية في بطولة كاس مصر، ومقرر إنها تتقام يوم السبت المقبل 24 أغسطس. وبكده نكون وصلنا نهاية الخبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.